ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ اتمنى كلكم تكونوا بخير ان شاء الله. بقالي كتير مفيش وقت كتير قدامنا. اعملوا سبسكرايب دلوقتي حالا، اعملوا سبسكرايب دلوقتي حالا، اعملوا. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ اتمنى كلكم تكونوا بخير ان شاء الله. بقالي كتير قوي ما عملتش فيديوهات، انا مش لاقي سبب. يجيلك حاله كده ان انت عايز تنام. اوبو بقالها فتره نايمه شويه زي ما انا كنت نايم كده من شويه، ولكن اخيرا جالنا موبايل من الفئه المتوسطه الاعتياديه اللي احنا متعودين عليها. الفئه اللي انا بتكلم عليها دي اللي كانت قبل الغلا ب 4.5 ب 5000 جنيه، 6000 جنيه بالكتير جدا، فاهم الفكره؟ فالمهم ان احنا معانا النهارده الاوبو الاي 78. الموبايل ده جاي بمميزات كتيره وعيوب كمان هنقولها في الفيديو ده. المهم ان انا لما شلت الموبايل ده من العلبه لقيت ان الموبايل شيك جدا جدا جدا. يعني بصوا حته الكاميرات، دايرتين الكاميرات وبيحوطهم حته كده التكستشر بتاعها او الملمس بتاعها مختلف، وهي الحته الوحيده اللي فيها انعكاسات لما بتوجهها الضوء. وكمان الظهر بتاعه هنا من الاسود المط مش اللامع، وبرده لما توجهه النور بيدي انعكاسات. الموبايل شكله شيك، الموبايل شكله غالي وشكله مختلف. عندنا الحواف او الفريم بتاع الموبايل فلات، يعني ما فيهوش اي كيرفات خالص، وده يمكن مش بيدي افضل راحه في مسكه الموبايل، ولكن كديزاين او كتصميم صراحه حلو جدا جدا وشيك. تصميم الموبايل ده عاجبني قوي. ولو قلبنا الموبايل ده على وشه هنلاقي شاشه اللي بحجم 6.4 بوصه اللي بتيجي من نوع اموليد وبتيجي بتردد 90 هرتز. الشاشه هناك كويسه ولكن مش افضل حواف هتشوفها في حياتك. يعني الحواف هتلاقيها تخينه، بالذات الحافه اللي تحت هتلاقيها كبيره شويه. هنلاقي الهول بانش نوتش اللي جاي على الشمال حجمها كبير شويه مش صغير. الشاشه طبعا زي ما احنا قلنا ان هي اموليد بدقه فول اتش دي بلس بتردد 90 هرتز. الشاشه كمان محميه بطبقه حمايه من جوريلا جلاس 5. عموما الشاشه حلوه جدا، انا ما عنديش اي تعليق عليها غير ان الحواف بتاعتها كبيره شويه، وكنت طمعان شويه ان هي تبقى 120 هرتز، ولكن 90 هرتز برضه هيفرقوا عن ال 60 العاديه اللي احنا بنشوفها. الشاشه توليد الالوان بتاعها حلو جدا، زوايا الرؤيه بتاعتها طبعا حلوه جدا. شاشه اموليد لا يعلى عليها زي ما انتم شايفين، شاشه حلوه جدا. ممكن يكون السطوع بتاعها تحت اشعه الشمس ما كانش حلو قوي، البرايتنس بتاعها ما كانش حلو قوي، كان لازم اعمل كده وانا تحت اشعه الشمس، لان اقصى برايتنس بتوصل له الشاشه دي هو 430 نت، وده رقم قليل شويه بالنسبه لاشعه الشمس في الظهر مثلا. اما بالنسبه لاداء الموبايل ده جاي بالمعالج اللي هو السناب دراجون 680 4G. وخلي بالكم لو حد عايز يسيرش على الموبايل ده او يدور على الموبايل ده على النت، الموبايل ده نازل منه نسختين، نسخه 4G اللي هي اللي معايا دي بالسناب دراجون 680، والنسخه 5G او جيل خامس بالدايمنسيتي 700 تقريبا، انا مش فاكر قوي. النسخه ال 5G هي مش فرق معالج بس، ده فرق شحن سريع وفرق بطاريه وفرق شاشه، يعني نسخه مختلفه خالص، تحس ان هو موبايل تاني، فاهم الفكره؟ المهم ان الموبايل ده نازل بالسناب دراجون 680 زي ما قلنا، و8 جيجا رام و256 جيجا ذاكره داخليه مع ال 90 هرتز بتوع الشاشه. الموبايل ده بيدينا اداء كويس جدا جدا في التصفح، ان انت تفتح كل البرامج السوشيال ميديا وتتنقل ما بينها بدون اي مشاكل خالص وبدون اي تهنيج. الانيميشن بتاع الموبايل بيتم بشكل سلس جدا. الموبايل بشكل عام سلس في الاستخدام، ولكن هتيجي في حاجه زي الالعاب مش هتلاقيه بيقدم افضل اداء في موضوع الالعاب ده. يعني ببجي هنا هتشتغل على اتش دي هاي تمام مفيش مشكله، ولكن ممكن تلاقي مثلا دروب فريمز كده في النص، فاهم؟ نفس الكلام حصل في اسفلت 9. فهو مش افضل اداء للالعاب، للهارد كور جيمنج، للالعاب التقيله جدا، هو مش افضل حاجه في الدنيا، ولكن هيلعب الالعاب عادي بس مش على اعلى اعدادات للجرافيكس. نروح على كاميرات الموبايل ده. عندنا كاميرا رئيسيه بدقه 50 ميجا بكسل، وكاميرا تانية 2 ميجا بكسل للعزل بس. ما عندناش الترا وايد، ما عندناش اي حاجه مميزه قوي في الكاميرا. يعني الكاميرا ال 50 ميجا بكسل الرئيسيه هتديك صور معقوله على فئه الجهاز ده السعريه حاليا، يعني مش هتديك لوح، لا هتديك صور حلوه، الدايناميك رينج بتاعها معقول، الصور الوانها معقوله، يعني كاميرا متوسطه، مش افضل كاميرا في العالم ولا هي اسوأ كاميرا في العالم، كاميرا متوسطه هتعرف ان انت تعتمد عليها من الاخر. الموبايل ده برده مش بيصور فيديو لدقه 4K، اخر دقه بيصورها في الفيديو هي ال 1080p او الفول اتش دي. الموبايل ده برده ما فيهوش OIS، في EIS او تثبيت صوره الالكتروني مش البصري زي ما متعودين. طبعا الموبايل في اول فيديو انا قلت ان هو من الفئه المتوسطه الاعتياديه اللي المفروض الموبايل ده ينزل فيها ب 4000 جنيه وب 5000 جنيه، فالاسعار الحاليه ما بتقولش على امكانيات الموبايل.
فاهم الفكره؟ الكاميرا الاماميه 8 ميجا بكسل وبرده مش افضل كاميرا اماميه، تقريبا نفس اداء كده الكاميرا الخلفيه اللي هو هتتصور سيلفي بس مش افضل سيلفي هتاخده في حياتك. تعالى نجرب، خلينا نجرب. طبعا زي ما انتم شايفين الكاميرا مش مديه يعني افضل تفاصيل ولا افضل دايناميك رينج. نص وشي هنا ملسوع شويه من الكاميرا من الاضاءه، مع ان المفروض احنا في اضاءه استوديو فيبقى افضل حاجه، ولكن الكاميرا الاماميه مش هتديك افضل اداء زي ما احنا قلنا. اللي بيميز الموبايل ده قوي 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 هي البطاريه والشحن السريع ونظام الشحن اللي هو جاي بيه. البطاريه هنا 5000 ملي امبير واللي قعدت معايا تقريبا 9 ساعات من وقت عمل الشاشه، رقم كويس جدا جدا. عاده اوبو ما كانتش بتحط بطاريات كبيره، دايما كنت تلاقي 4200 4000، فاهم الفكره؟ هنا عملوها 5000 وحافظوا على الموبايل رفيع زي ما هو، مفيش اي مشكله. الشحن السريع بقى عندنا شحن سريع جدا، الشحن هنا بقدره 76 واط واللي بيشحن البطاريه ال 5000 ملي امبير، بطاريه كبيره جدا من 0 ل 100 في 40 دقيقه بالظبط. ده رقم حلو جدا جدا وشحن سريع فعلا يعني. طبعا عشان عندنا شاشه اموليد فعندنا البصمه اللي تحت الشاشه شغاله سريعه، وحلو قوي ان هم يحطوا بصمه تحت الشاشه في الفئه السعريه دي، حاجه كويس قوي. عندنا السماعات ستيريو، عندنا سماعه المكالمات بتشتغل مع السماعه الخارجيه عشان يدونا صوت ستيريو. صوت السماعات حلو قوي، تعالوا اسمعكم. طبعا اللي انا بشوفه مميز جدا في اجهزه اوبو وهو السوفت وير بشكل عام. السوفت وير كولر او اس بتاع اوبو هو من افضل الواجهات اللي انا بجربها في اي موبايل الصراحه اندرويد. ليه؟ لان هي بتديك فيتشرز او امكانيات كتيره جدا، وفي نفس الوقت السوفت وير ده او الواجهه دي هي خفيفه جدا، يعني مش بتاثر على اداء الموبايل مع انها فيها فيتشرز او امكانيات كتيره جدا. وبس كده، دي كل عيوب ومميزات ال A78 من اوبو. الموبايل ده نسخه 8 رام 256 جيجا نازل بسعر 8500 جنيه في الحدود دي. طبعا انا شايف بالسعر ده الموبايل فيه مميزات كتيره، هتاخد شاشه الاموليد الفول اتش دي ال 90 هرتز، البصمه اللي تحت الشاشه، هتاخد الديزاين الحلو جدا، تاخد البطاريه العملاقه والشحن السريع. ولكن الموبايل ده مش لهواة التصوير مثلا، الكاميرات بتاعته متوسطه، الخلفيه والاماميه هم متوسطين، يمكن الخلفيه طبعا افضل من الاماميه ولكن هم بشكل عام متوسطين. عندنا اداء الجهاز ده في البرامج والسوشيال ميديا والكلام ده الاداء شغال زي الفل، الموبايل ما بيهنكش تماما، ولكن هو مش افضل اداء في الالعاب. زي ما احنا قلنا مش هتعرف تلعب الالعاب على اعلى اعدادات للجرافيكس. الحواف بتاعت الشاشه تخينه شويه ومش افضل برايتنس تحت الشمس، ولكن انا شايفه موبايل كويس جدا للي مش هيلعب على الموبايل كتير، مثلا مش عايز افضل اداء في العالم. انا شايفه موبايل كويس قوي، موبايل شكله حلو، موبايل اداؤه كويس، والشاشه الاموليد وكل الكلام ده اللي احنا قلناه، واهم حاجه البطاريه الكبيره والشحن الصاروخي اللي في الموبايل ده، سماعات الاستيريو، بصمه تحت الشاشه، يعني في مميزات كتيره زي ما في عيوب لسه قايلينها دلوقتي. بس كده، دي كل حاجه عن الاوبو A78. وفي الاول في الاخر ده رايي، قولوا لي انتوا رايكم تحت في الكومنتات، ايه رايكم في الموبايل ده؟ وكالعاده هرد على كل الكومنتات تحت، يعني اكتب لي كومنت او اسالني اي حاجه بخصوص الموبايل ده او غير الموبايل ده هرد عليها كالعاده. والاهم من ده كله بقى، اهم من الموبايل واهم من اي حاجه في الدنيا، ان انت تنزل تعمل سبسكرايب دلوقتي حالا، وانت طالع تعمل لايك للفيديو عشان عايزين نوصل 1,000,000 سبسكرايب. بس كده، كان معكم محمد سامي، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.